لو عندكم بقى حبة كنافة كده مش عايزينهم محطوطين في الفريزر على حبة جلاش برضو مش عايزينهم، تعالوا نعمل بيهم أحلى حلو ممكن تدوقوه. حاجة حلوة خفيفة قوي وسريعة وغير مكلفة، وممكن تعملوها ببواقي الجلاش والكنافة، وهتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتعجب أي حد، وحقيقي خفيفة جدا 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 يعني. مش هتحسوا كده وانتوا بتاكلوا 10 كده ورا بعض ومش هتحسوا بيهم خالص. هقولكوا على كل التفاصيل، بس لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة الجميلة دي الخفيفة دي وتعجبكم. أول حاجة هنا معايا كان معايا نص كيلو من الكنافة، هو بقاله شوية كده في الفريزر يعني. ما كنتش عارفة أعمل بيها ايه بقى فطلعتها من الفريزر. وهقول لكم طريقتين ممكن تعملوها بيها. احنا عايزين نطحنها خالص. انا عايزاها يعني مطحونة رفيع، عايزاها تتقطع بس تقطيع ايه يعني، صغيرة جدا جدا. بصوا ممكن بايديا كده عادي، اهي ما خدتش وقت لان هي طالعة من الفريزر، ما مش بتاخد وقت. يعني لو هي عندكم جبتوها فريش شيلوها في الفريزر لحد ما تتجمد ويعني تكون متماسكة قوي كده علشان تتكسر بسرعة وتطحن كده ايه زي ما انتوا شايفينها كده صغير. ومش هتاخد وقت معاكم ولا هتاخد وقت ولا تعب ولا اي حاجة خالص. وممكن لو هي مش متجمدة قوي قوي، ممكن تحطوها في الكبة وتضربوها في الكبة، وهتطحن برضو معاكم وتبقى برضو بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس لو بايديكوا بصوا مش بتاخد وقت خالص وكلها اتعملت. او في الكبة، انا قلت ان انا هوريكم النتيجة دي والنتيجة دي، الاتنين زي بعض بالظبط وما مش بتاخد وقت طول ما هي متجمدة، فبيكون سهل قوي. اهي بصوا مش بتاخد وقت معايا خالص، غير طبعا خالص وهي فريش. هي فريش هتفضلوا تقطعوها بايديكم وهتاخد وقت ومش هتتقطع التقطيعة الصغيرة قوي دي يعني، لا هي هتتقطع معاكم بس مش بالشكل ده. فضروري زي ما قلت ان هي تكون في الفريزر. بصوا كده خلصت النص كيلو، ما خدش وقت معايا، عايزه اقول ان هو ما خدش 5 دقايق اصلا. وحطيتهم بقى في حله كبيره. انا نقلتهم من الطاسه اللي كانوا فيها علشان كنت عايزه حاجه اكبر شويه عشان اقلبهم باحكام يعني او اقلب براحتي. فنقلتهم بقى في حله اكبر وحطيت عليهم تقريبا 4 5 معالق كده من السمنه او من الزيت. ده ينفع وده ينفع، الموجود حطوه، ما تكتروش سمنه او ما تكتروش زيت يعني، لا. والحله اهي هفضل اقلب فيها بقى لحد ما لونها يتغير. افضلوا قلبوا فيها، مش هيحصل لها حاجه في الاول، ممكن تحسوا انها مش راضيه تتقلب بس بعد كده هتبدا تتقلب وكلها هتاخد لون واحد، ما تقلقوش خالص. بس انا عايزاها تاخد لون ذهبي فاتح، ما تغمقوهاش لان هي لسه هتدخل الفرن تاني. هتاخد منكم تقليب وضروري ان انتوا تقلبوا من فوق لتحت كويس وبس لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. مش عايزة اغمق من كده عشان لما تدخل الفرن تاني ما تتحرقش معايا. معايا هنا بقى لفة كده من الجلاش، هدهنها دهنة خفيفة خالص من السمنة. كنت مسيحة سمنة وهدهنها بيها، ممكن زيت بس الأحلى بيكون سمنة، سواء بقى سمنة بلدي أو سمنة نباتي. وهحطها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوزع الكنافة بالطول، وهشيل ورقة الجلاش وانقلها في الصينية كده زي ما هي. هعمل معاكم واحدة كمان، هدهن دهنة خفيفة خالص بالسمنة. هوزع السمنة كده في الورقة، وبعد كده هحط الكمية من الكنافة مش كتير خالص يعني، ما تحاولوش ان انتوا تكتروا لان هي ورقة واحدة بس من الجلاش يعني، بلف ورقة واحدة مش ورقتين يعني. فمش هتكون عشان ما يكونش حشوة الكنافة كتير قوي على ورقة الجلاش. وابتدي ان انا الف ورقة الجلاش كده، احاول اضغط شوية عشان ما تبقاش واسعة والكنافة تقع من جوه. هضغط شوية وابتدي ان انا ارص ورق الجلاش كله ورا بعض. طريقتها ما فيهاش حاجه خالص ولا اسهل يعني، وانتوا واقفين تعملوها كده على طول. وزي ما انتوا شايفين مش محتاجه اي حاجه خالص اشتريها من بره يعني. هعمل معاكم واحده كمان. بصوا اهي وزعت الكنافه كده بالطول
وهبتدي ان انا الف عليها ورقة الجلاش بمنتهى السهولة كده. في الاول بس بحاول ان انا اضيق شوية ورقة الجلاش، وبعد كده بلفها عادي خالص. التقطيع بيكون ازاي؟ التقطيع هوريهولكوا دلوقتي. انا هنا كده خلصت الكمية، خلصت يعني الصينية، الباقي هكمله في صينية تانية. حطيتهم كلهم كده صفوف ورا بعض، وهدهنهم دهنة برضو كده تكون خفيفة مش كتير، خفيفة كده من السمنة او الزيت، بس انا ارجح السمنة. هعمل كده، وبعد كده هقطعهم في الصينية كده بقى على حسب حجم الصينية وعلى حسب حجم ورقة الجلاش معاكم. انا فضلت ان انا اقطعها على 4 قطع علشان تكون القطعة يعني حجمها متوسط، مش صغيرة ومش طويلة قوي. اتقطعت معايا على 4. وفي الوقت ده كنت مشغلة الفرن كان شغال على درجة حرارة 200، وهدخلها على طول الفرن. مش هتاخد وقت معايا، وهتلاقوها احمرت من تحت ومن فوق، وخدت اللون الذهبي الحلو الفاتح بتاعنا. ما تسيبوهاش كتير في الفرن، وما تطولوش عليها في الفرن. دخلت اول صينية الفرن، وهنا كنت بعمل تاني صينية. عملت بالظبط نفس التكنيك بتاعي. حطيت ورقة ودهنتها بالسمنة، وحطيت برضو الكنافة، وهبتدي ان انا الف ورقة الجلاش. بصوا بقى، لما جيت الف هنا ورقة الجلاش، كانت الصينية صغيرة على ورقة الجلاش. كده كانت صغيرة عليها، فقطعت جزء كده من بره وحطيت الباقي، وعلى الاساس ده كملت كل الباقي. اول صينية كانت خرجت من الفرن، بصوا لونها عامل ازاي، فظيعة، وكلها كده قد بعض، وشكلها تحفة بجد يعني، بيرفكت يعني، ما فيهاش ولا غلطة، ولا طعمها بقى وخفيته، يعني قد ايه هي مقرمشة وخفيفة وجميلة، تحفة. الطريقة بقى اللي انا نزلت بيها الشربات زي ما انتم شايفينها كده، نزلت كام واحدة كده ورا بعض، وبالماسك طلعتهم من الشربات بتاعهم، عشان انا مش حابة ان هي تكون مليانة قوي من جوه شربات. تقدروا تسيبوها شوية في الشربات اذا حابين. انا استكفيت بان انا اطلعهم على طول، يعني نزلتهم كده، غطستهم كلهم كويس، وبعد كده طلعتهم على طول. كانوا مسكرين وشاربين شربات، بس مش بزيادة، علشان تفضل خفيفة زي ما انا قلت، يعني مش هتحسوا بيهم وانتوا بتاكلوهم، حاجة حلوة خفيفة. الشربات ده كان 2 كوباية من السكر، عليهم 2.5 كوباية من المية، عليهم عصير نص ليمونة، عليهم معلقة عسل، وممكن تستغنوا عنها، ممكن عسل جلوكوز لو موجود، ممكن برضو تحطوا معلقة، ممكن تستغنوا عنها. ممكن تحطوا معلقة صغيرة فانيليا سايلة، وممكن برضو بلاش، يعني اللي موجود حطوه، بس الأساسي هو 2 كوباية سكر، 2.5 كوباية من المية، وعليهم نص ليمونة وبس، ويغلوا شوية لحد ما يوصل للقوام المطلوب، واطفي عليهم. وهو ده الشربات بتاع الجلاش بتاع النهاردة، وادي شكله معايا. عمل كمية وفيرة، عمل كمية كبيرة جدا، يعني دول حبة من الكمية اللي طلعوا. اتمنى ان طبعا ان انتوا تجربوهم، وتقولوا لي رأيكم على طول في الكومنتات تحت. اعملوا لي بقى لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.